ايه ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ تعالوا بقى نفتح مع بعض كده على الفسيخ ونشوف بقى ايه فعلا طلع حلو ولا ايه، لان انا قلقانه جدا منه ومش عارفه هو طالع حلو بقى ولا ايه، طعمه حلو وشكله ايه بقى بالظبط معرفش. تعالوا بقى نشوف فعلا نجح معانا ولا باظ ولا ايه بالظبط. لان انا معرفش بجد. اهو بصوا هنفتحه مع بعض زيكم، معرفش ايه هو طلع فيه ايه. يلا بينا نفتحه مع بعض ونشوف اخباره ايه. طبعا احنا كنا حاطينه كده في اكياس كتيرة عشان خاطر ايه ما يطلعش معانا ريحة، وشكله كده ايه بيدل ان هو ايه شكله كده حلو معانا. هنا بقى كده ايه ده اخر كيس هنقطعه كده بقى عشان ايه نشوف بقى. بص هو كده بقى شكله من بره، مشتاقة بقى اشوفه من جوه عشان حرفيا انا قلقانة. شايفين بصوا لونه احمر. يا خرابي يا خرابي على جماله، ايه ده؟ لا 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 لا، فظيع فظيع. شايفين معايا عامل ازاي؟ رهيب بجد. شايفين لونه عامل ازاي؟ ولحمه احمر وتحفه بجد تحفه، لا بجد خطير خطير خطير. هندوقه طبعا ونقول لكم ايه راينا فيه بجد بصراحه، وطعمه فعلا يستاهل ان انت تعمليه في البيت ولا لا. تعالوا بقى نطلع كده بقيه السمكات التانيين ونشوف بقى ايه برضو كده طالعين حلوين ولونهم احمر كده وحلوين ولا ايه بالظبط. طبعا انتي لما بتيجي تنضفيه، احنا طبعا منضفينه قبل ما نخلله، ومنضفه بطنه وكل حاجه ومنشفاه بمناديل مطبخ وبتصفيه. وطبعا لما بتيجي تاكليه بقى على طول ما بتشيلش الا الراس والشوكه اللي هي بتبقى في النص، لان السردينه دي ما بتبقاش فيها شوك كتير، هي دوبك السلسله والراس والديل وبس. وعايزه اقولك بجد خطير وجميل جدا. هو طبعا حلو شكله حلو لكن لسه ما دقناهوش. طبعا اهم حاجه طبعا الطعم وبرضو الشكل، لان ايه العين بتاكل قبل البق. بجد جميل جدا يعني شكله يفتح النفس. عايزه اقول لكم بجد طعمه خطير خطير. حطي بقى كده ليمون وبصل بقى وكلي وادعيلي. جربيه بنفس الطريقه وبنفس المقادير اللي احنا كنا عاملينه بيها، وبجد هيطلع معاكي تحفه جدا. كنا عاملينه طبعا في اواخر رمضان وكنا منزلينه على القناه لو حابين ان انتوا تشوفوه، السردين. وكمان كنا عاملين السمك البوري برضو مخليينه برضو لو حابين ان انتوا تشوفوه هو والسردين. كان برضو كنا عاملين البوري بطريقة تحفة جدا وجميل جدا. وزي ما انتم ما شايفين كده طالع تحفة جدا. وطبعا المقادير اللي احنا حاطينها فيه السردين او البوري كنا حاطين مقادير بسيطة جدا، وزي ما انتم ما شايفين طالع تحفة جدا. وكمان قايلين على الحاجات اللي انت مش تحطيها في السردين او البوري لان بيبوظ معاكي البوري، لكن الحاجات اللي احنا حاطينها جميله جدا. وزي ما انتم شايفين طالع تحفه جدا. اتمنى حبايب قلبي لو وصلتوا لغايه هنا وعجبكم الفكره شجعونا باجمل لايك وكومنت حلو منكم عشان بيفرحني جدا، واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات بتاعتنا الجديده وكل حاجه بننزلها توصل لكم. لو ما لحقتيش تعمليه في العيد يبقى تعمليه في شم النسيم. يلا الحقي شوفي الفيديو عشان تعمليه.